السلام عليكم ورحمة الله. كيف سيكون شكل الحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان؟ الحقيقة أن حرب غزة الأخيرة أعطتنا الكثير من الدروس التي تمكننا من معرفة كيف سيكون مسار هذه الحرب القادمة في لبنان على حزب الله. المرحلة الأولى من مراحل هذه الحرب ستكون عبارة عن قصف جوي فقط على مراكز القوة ومراكز القيادة، وين في قيادي، وين في مركز تدريب، وين في مستودع سلاح سيتم تدميره خلال هاي المرحلة. يعني بمعنى آخر سيتم نزع سلاح حزب الله ونزع مخالب وأنياب الحزب. وهي المرحلة لن تستمر إلا 10 أيام أو 20 يوم، ربما تطول هاي المرحلة لتكون أشهر طويلة. وهي المرحلة لن يكون فيها اجتياح بري على الإطلاق. المرحلة الثانية سيكون هنالك مع القصف الجوي اجتياح بري، ولكن اجتياح بري محدود بهدف تطبيق منطقة عازلة وشريط أمني بعمق 30 ل 50 كيلومتر. نعم، معظم قوة حزب الله تتركز في هذه المنطقة، الأنفاق، التحصينات، معظم قوة حزب الله موجودة في هذه المنطقة. لكن في الحقيقة إسرائيل في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف ستحقق أهدافها. ولماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام بمقارنة الأمر مع ما حصل في غزة. الحقيقة أن غزة هي عبارة عن منطقة سكانية مكتظة بالسكان، فيها عدد هائل جدا من الأنفاق، ومقاتلوها على قدر هائل جدا من الشجاعة. يعني تخيل أنه يحط المفخخة من المسافة 0 للدبابة. أنا ما أتصور أنه في حدا يوصل لهاي القدر من الشجاعة. وعلى الرغم من ذلك إسرائيل في نهاية المطاف استطاعت أن تحقق أهدافها العسكرية في غزة، واستطاعت أنه تفصل شمال غزة عن جنوبها وتعزل جنوب غزة عن مصر. ولذلك أقول بنفس المنطق أنه في النهاية إسرائيل ستحقق أهدافها في جنوب لبنان، ولن يترك مجال لحزب الله أن يتغنى بنصر معنوي.